ازيكم عاملين ايه؟ معايا رساله احدى المتابعات. انا عاده مش بعرض النوع ده من المشاكل الزوجيه لان هي بتبقى حساسه شويه. هي عموما مشكله للكبار فقط، اي حد صغير يخرج بره الفيديو. بس انا عرضتها لان هي قالت لي لو سمحتي عايزه رايك وراي المتابعين في اسرع وقت ومحلفاني ان انا اعرضها. المهم هي بتقول ايه؟ بتقول انا متجوزه من 10 سنين، عندها 3 اطفال، بنتين وولد. بتقول جوزها راجل محترم وخجول وبيحبها وتشكر فيه شويه، حبه مدح كتير. تمام. المهم ان هي بتقول هما كانت علاقتهم جميله جدا لحد ما في يوم من الايام وهم سوا مع بعض في كده بيعملوا كده، ذكر اسم واحده قريبتهم. تمام. المهم بتقول هي نبته، قالت له انت ليه يعني كده؟ قال لها ده تفاريحي، يعني حاجه تفاصيل تاتي كده، اللي هو ايه، بيحلل الليله. المهم فقالت له طيب انا مش بحب الاسلوب ده وما تعملش كده الاسلوب ده تاني. تمام. المهم ان هي نبهته، بعدها برضو كرر الاسلوب ده تاني، وقالت له بقى ما بيعرفش يعمل معاها العلاقه الزوجيه الا وهو بيقول لها باسم فلانه. فهي دلوقتي بتقول يا مانجا انصحيني، خصوصا ان انا يعني ما بيتها مش متاثر معاها في حاجه، ولا وجوزها بتقول بيحبني ومش عارفه ايه، بس هي اللقطه في القصه دي بس. فهي بتقول انصحيني، دي رايك ودي راي المتابعين من غير ذكر اسامي. ماشي، خلينا نقول سين. بصي، بالنسبه لي انا رايي، انا اول حاجه امنعي عنه العلاقه خالص الزوجيه بينك وبينه لحد ما يبطل الكلام ده. تاني حاجه، حسك عينك يتقابل هو والست دي ولا البت دي في اي مكان، مناسبه بتاع جوزك لو شافها قدامه هيفرمها. انا بقول لك هو هيفرتكها وانت ما تسالنيش ليه، لان هو كده واضح كده، هو بيعمل معاك كده بيبقى شايفها هي، فهو الراجل جواه كبت. فالراجل لو طلع مع الست دي هيطلع عليك ابوه وانت هتطلع عليك ابوكي بعدها. تمام. بالنسبه لراي المتابعين بقى، انتوا قولوا لها رايكم وخلاص. باي.